قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النهاردة هحكي لكم عن تجربة حصلت لي بنفسي، ومش طالبة منكم تصدقوني أو تكدبوني، بس اللي هقوله ده حصل بجد. الحكاية كلها بدأت لما جيت اسكندرية فترة شغل، وقعدت مع واحدة صاحبتي من هنا، وهي بتتكلم جابت سيرة عمارة اسمها عمارة رشدي. كانت مرعوبة وهي بتحكيلي، قالتلي إن العمارة دي ملعونة، وإن هي مسكونة ومحدش قدر يعيش فيها يومين على بعض. أنا طبعا ضحكت، قلت دي خرافات زي أي إشاعة الناس بتطلعها، بس الفضول جوايا خلاني أروح أشوفها بنفسي. رحت عند العمارة بالليل. أول ما وقفت قدامها حسيت إن المبنى نفسه مش طبيعي، واقف كأنه غريب عن باقي الشوارع. الشبابيك كلها متكسرة ومقفولة بخشب، وكنت متأكدة إن مفيش حد ساكن هنا. لكن الغريب إن أنا شفت نور. نور كان طالع من شباك في الدور التاني. قربت من الباب الحديد، مجرد ما لمسته اتفتح لوحده. ما كانش في حد واقف، بس كأنه كان مستنيني. دخلت وانا قلبي بيدق. الجو كان ريحته صعبة جدا، لكن في ريحة دم كمان، دم قديم ناشف. حسيت ان عايزة ارجع، بس رجلي مشيت لوحدها على السلم. وانا بطلع حسيت بخطوات ورايا. وقفت وبصيت، مفيش اي حد، لكن الاحساس ان في حد واقف ورايا كان قاتل. فضلت اكمل. عند الدور التاني شفت ست كبيرة واقفة قدامي، لابسة عباية سودا طويلة، وشعرها أبيض، وعينيها سودا تماما. بصت لي وقالت لي: ارجعي يا بنتي، العمارة دي مش ليكي، اللي بيدخلها مش بيخرج. اتجمدت وقلت لها: هو انتي ساكنة هنا؟ بصت لي وقالت لي: ساكنة؟ أنا هنا من قبل العمارة ما تتبني. وبمجرد ما خلصت الكلمة اختفت من قدامي، ولا حس ولا صوت. كنت عايزة أجري، بس في حاجة جوايا قالت لي أكمل. وصلت الشقة، بابها متكسر ومفتوح. دخلت جوه. المكان كله تراب وعفش قديم، لكن سمعت صوت مية بتجري. دخلت المطبخ، لقيت الحوض بينزل دم بدل المية. الدم بينزل وبينتشر في الأرض. قلبي وقف. صرخت وجريت برا المطبخ. وأنا خارجة لقيت باب ورا السلم الداخلي، شكله غريب، كأنه متقفل سنين طويلة. فتحته بالعافية. لقيت ممر ضيق ومظلم. الحيطان مليانة رسوم برموز عمري ما شفتها قبل كده. في آخر الممر لقيت أوضة صغيرة، جواها ترابيزة خشب قديمة وعليها دفتر متقطع. مسكته وابتديت أقلب فيه. لقيت فيه أسماء كتير جدا، وكل اسم جنبه كلمة مات. أشعر جسمي كله لحد ما وصلت لصفحة فاضية. فجأة القلم اللي على الترابيزة اتحرك لوحده، وكتب قدامي: مريم وصلت. الدفتر وقع من ايدي، وفجأة الجو بدأ يبرد بشكل مش طبيعي. سمعت همسات حواليا، كأن في ناس كتير بتتكلم من غير ما اشوفهم. والحيطة اللي قصادي بدأت تنور بالنور الأزرق.
نور أزرق ملا المكان كله لحد ما بقى فيه باب مش طبيعي، شكله غريب كأنه بيتنفس، ومن جوه الباب كان فيه صرخات أصوات ناس. جريت على الباب اللي ورايا علشان أهرب، لقيته اتقفل لوحده واتحبست جوه. وقبل ما أقرب من الباب الأزرق سمعت صوت الست العجوزة من بعيد، كان صداها بيرج المكان كله. قلتلك ارجعي، دلوقتي فات الأوان.